اللي ممكن تواجهه السيدة الحامل في توأم؟ أولاً في مخاطر بصورة عامة للحمل في توأم، اللي هي التعرض للولادة المبكرة، ضغط الدم المرتفع، أو لا قدر الله الإصابة بمرض السكر. تاني حاجة أسباب متعلقة بنوعية التوائم. طيب ايه هي انواع التوائم؟ عندنا توأم متماثل وتوأم غير متماثل. التوأم المتماثل بيكون نتيجة انقسام بويضة مخصبة الى نصين، كل نص بينتج عنه جنين، والجنينين دول بيكونوا مشتركين بمشيمة واحدة. تاني حاجة التوأم غير المتماثل، ده بينتج عن تخصيب بويضتين بحيوانين منويين مختلفين تماما، كل جنين فيهم بيكون ليه مشيمة منفصلة عن التاني. مخاطر التوأم المتماثل بتتمثل في ايه؟ ان لا قدر الله ممكن يحصل تغذية لواحد على حساب التاني، مما ينتج عنه ان حجمه يكون اكبر والميه اللي حواليه تكون كتير. وده يخلينا ناكد على ان الحامل في توأم لازم تاخد بالها من صحتها، من ضغطها، من العلامات الحيويه بتاعتها، من التعليمات اللي الدكتور هينبهها عليها. ودايما بنقول ان زيارات متابعه الحمل بتكون على فترات اقصر من حامل في طفل واحد.